ما هو ما تقوليش ابدا ان انت لسه بتتفرج على التلفازه، تخدع حالك. كنت اتفرجت على التلفازه 5 دقايق 10 دقايق. كلنا بقينا مشغلين على الشاشه على التلفازه انترنت، يوتيوب، نتفليكس، برامج على الانترنت. ما بقيناش مشغلين التلفازه نفسها. ليه؟ لا، مفيش منطق يا صاحبي مع التطور الرهيب دوت. وترجع تاني تسمع لغه الخشب. انت محتاج تسمع حد في الشارع، يعني بعيدا عن الملوك والرؤساء والسلاطين وقاده الدول. لو جينا نتكلم عن سلطنه عمان، اشهر حد فيها خليل البلوشي، حتى لو ما عندكش مع الكوره. اشهر شخص خليل البلوشي، والشخص اللي كان نحس اللي كان في كاس العالم. عايز تعرف اخبار ليبيا؟ من مهند الجبالي، المذيع بين سبورت بقى، صفحته على الفيسبوك وهي كل شيء. لو في قضيه في ليبيا انت عايز مهند يتكلم عنها عشان تفهمها منه. يعني مثلا في المغرب، ما انا عايز اعرف اخبار المغرب وتكون مواكبها اول باول، الفيديو اللي بيكون 9 دقائق 10 دقائق يوميا من سعاد ابرنوس. ليه؟ لانه انسان في مكان كويس، في عقل كويس وتحليل كويس، وبيتناول بقى مواضيع سياسيه اجتماعيه طنز ضحك كوره وهكذا، حاجات في الثقافه، حاجات حاجات بيهتم بيها، حاجات قضايا حياتيه زي مثلا قضيته الوزير العادل اللي بيتابعها مؤخرا. هكذا يعني عايز تسمع راديو، عايز تسمع راديو في المغرب، بتسمع الكلاشات الصغيره اللي 3 دقائق 4 دقائق من رضوان فروحي. عايز تلف في المغرب، لف مع صابر الشناوي، جايب مردوديه وجايب مشاهده اعلى من برامج السياحه اللي بتكون في التلفازه الرسميه للدوله. ده ليه؟ لانه احنا مش هنفوق غير دايما متاخر. يعني مثلا مين يتخيل ان الصحافه المقروءه تنتهي؟ ما بقتش. مين بيقرا جورنال؟ مين بيشتري جورنال؟ انا دارس صحافه مقروءه، ويا سلام يعني على التاصيل والشغل الاكاديمي. كل ده حاليا مع التطور التكنولوجي انتهى، ما بقاش. يا مش معقول اشتري جورنال مطبوع البارح بيتكلم عن اخبار حصلت اول البارح، وانا عارف الخبر اللي لسه حاصل دلوقتي. فايه اللي حصل؟ جرايد كبيره عالميه قفلت ابوابها، انتهت. فشل رهيب، فشل اقتصادي رهيب. طب مش لان هم فاشلين، لانه الحياه اجبرتنا على حاجه جديده. فاحنا لسه واقفين في موضوع التلفزه المغربيه والتلفزه العربيه والتلفزه المصريه واقفين عند اللغة خشب غريبة ما حدش بيسمع لها، ونجيب ناس وقاعدة ولابسة بدل وكرافتات وتهضر، وإن النظام الرأسمالي إيه؟ كلمني بدون لغة خشب، كلمني بلغتي، بلغة الزنقة عشان أفهمك. مش لغة الزنقة يعني بقى ننزل في النيفو، لا، اهدر عادي. إيه؟ لماذا؟ سؤال، لماذا مثلا سعيد أبانوس ما بيقدمش برنامج في التلفازة الرسمية عشان يحقق عوائد ربح كبيره لجهاز الدوله؟ علاش مثلا يوتيوبرز في مصر مثلا مشهور ما ياخدش مساحه ويجي يحلل، وكله في الخطوط العريضه اللي تكون رسمها سياسه الدوله، خاصه لما بكون انا شايف، ما انا شفت صناعته للمحتوى، شفته عارف ان هو مش مخالف ليا. والا مثلا اكون انا خايف لو في يوم اتقلب عليا. ما لو اتقلب عليا يبقى في حاجه غلط. لو اتقلب عليا ديت يعني انا معناها ان انا اللي ما بقتش ماشي صح. لانه هو ربحه هو انه يكون عنده جمهور متابعه بفضل مصداقيته، وانه بيناضل على قضايا معينه بس. فاجهزتنا السياديه مش فقط الراديو والتلفازه، لا، حاجات كتير، حاجات كتير. سبحان الله، انا ده شيء جميل للاسماء اللي انا قلتها، ان هو ناجح واصل لقلوب الناس، لانه كلامه بيطلع من القلب فبيوصل للقلب. اما لما بتيجي تسمع التلفزه بتحس انه مشكله، مشكله كبيره. بيتكلموا على عالم اخر وبيتكلموا لغه تانية، ومحتاجين واحد يكون مثلا ايه، قاعد مكسل والتيلي كوموند بعيد عنه، مش قادر يقلب القناه، عايز يقفل اللي بيتقال، لانه لغه ماتت. بيتكلموا بلغه فعلا، عارف اللغات الميتة، اللغات اللي هي اندثرت انتهت. ده ما زال لسان حال معظم قنواتنا العربية في التلفزيون الأرضي، مش الفضائيات. ما تكلمنيش مثلا عن الجزيرة وعلى العربية وعن سكاي نيوز والحركات دي، ولا مثلا على بي ان سبورت. لا، دي ناس واصلة لمستوى آخر في العالمية. وشفت عملوا ايه مثلا لما جه كاس العالم في قطر؟ جابوا كل صانعين المحتوى اللي في مجال الرياضة، جابوهم ليه؟ لأنه هم دول الجماهير، هي دي الشعبية، بيتواكبوا مع اللي حاصل في المجتمع.